عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير. جايلكم النهارده بفيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم. بصوا حبايبي، احنا اليومين دول احنا في شهر 11. اليومين دول الليمون نازل بكترة كتير جدا وسعره حلو قوي. يعني الكيلو نازل ب5 جنيه، انا جبت 2 كيلو. مش هقولكم بقى ان انا هخلله ولا اي حاجة، لا مش هخلله. انا لقيت المكعبات دي بتاعت مكعبات تلج يعني نازلة جديدة. عجبتني جدا لانها بالغطا. بص، كل واحدة ليها الغطا بتاعها. انا لقيتها عندنا عاملة 15 جنيه. فجبتها بصراحة، اللي هي في كيسة اللونين دول. ماشي، فجبتهم وقلت هجيب الليمون وهقطعه زي ما انتوا هتشوفوا معايا، وهعصره بالعصارة وهحطه في المكعبات وهغطيها وهشيله في الديب فريزر. منين ما هحتاج الليمون، سواء بقى عايزة اعمل عصير، عايزة انضف بيه فراخ، عايزة اي حاجة، هروح. وادي كده معايا العصارة، هروح بقى جايبة كده وايه، واعصر على طول في المكعبات. انا على فكره عايزه اقول لكم ان انا غسلاه كويس جدا بالميه والملح والخل، وكمان الليمون قطعت منه ليمون ورحت غسلاه من بره علشان يكون نضيف وما ينزلنيش اي تراب. عايزه اقول لكم نزل كميه طينه مش طبيعيه يعني، فلازم يتغسل قبل ما تبداي تعمليه. وهكذا بقى هتقعدي تعصري كده كل الكميه اللي عندك، وترجعي تعيدي على قد انتي ايه عامله. تفضلي ايه تعيدي وتزيدي على اللي انتي عملتيه قبل كده، لان انا بالنسبه لي العصاره مش بتضغط للاخر، يعني مش بتاخد الليمون للاخر. فبضطر احط واحده واتنين عشان تضغط على الليمون كله فتنزل كل العصاره بتاعته يعني. متسيبيش حاجه خالص، متسيبيش حاجه. وكمان القشر ده احنا مش هنرميه، هنستعمله. هقولكوا هنستعمله في ايه، بس خليكم معايا لاخر الفيديو. لو الفيديو عجبك وفادك ولو بحاجه بسيطه تقديرا منك ليا، هو بس اللايك، مش عايزه من حضرتك اكتر من كده. بس كده، هكمل بقى واجيلكم لما اخلص خالص. بصوا حبايبي، الليمون بتاعي عمل معايا الكمية دي، المكعبات دي والمكعبات دي. لقيت ان الاتنين بس مش هيكفوا، فنقلت المكعبين هنا. وبعدين لقيت بقى برضو احتاج تاني، رحت حاطه المكعب التالت. تمام كده. بس عايزه اقول لكم نقطه انا عملتها، ان انا صفيت كل الليمون اللي انا صفيته هنا بمصفى. يعني جبت ده كده، ماشي، جبت البوله دي وحطيت عليها الصفايه دي كده، ونزلت بيهم على الصفايه، نزلت اي مثلا بذر بتاع الليمون نزل مني او حاجه من غير ما اخد بالي، او نزل عادي يعني. والحاجات الصغيره اللي بتبقى جوه الليمون صفيتها كلها. تمام. فهو دلوقتي كده متصفيه وتمام قوي. لو حبيتي تعملي عصير ليمون مفيش اي مشاكل، هيبقى كويس جدا معاكي. وفضيت ديت بقى عشان انا بحتاج مكعبات ميه فهحطها فيها. ودول حبايبي، دول حبه الليمون اللي اتبقوا مني. تمام كده. مرضتش بقى اعملهم، قلت مش هعمل مكعبات تانية يعني، عشان كام ليمون دول يعتبروا على بعض كده 5 ليمونات، فقلت اخليهم يعني نستخدمهم دلوقتي. تمام. ده كل ده بالنسبه للليمون. تعالوا بقى اقول لكم، بس قبل ما اقول لكم تعالوا اوريكم دي كده. بالنسبه لدي ليها الغطا، فهقفلها كده. ماشي، دي ملهاش غطا. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه بقشر الليمون. بالنسبة بقى لقشر الليمون، عدوا معايا. أول حاجة هنعملها، ممكن نعملها بقشر الليمون، بالنسبة الغسالات الأوتوماتيك أو الفوق أوتوماتيك أو النص أوتوماتيك حتى، بيبقى في حاجة اسمها دورة تنظيف الحوض. تمام. فممكن تاخدي منهم كمية وتحطيها في الحوض وقت تنظيف الحوض. تمام.
فدي أول حاجة، يعني أنتِ هتاخديه وتحطيه في كيسة وتحفظيه في الفريزر، وقت ما تحتاجيه تروحي مطلعاه وتعملي نفس الحركة اللي باقول لِك عليها دي. الحاجة التانية إن أنتِ ممكن تخزّنيه لو عايزة كمية أكبر علشان تعملي بيه صابون سائل، هاوريكم في فيديو منفصل إن شاء الله إزاي هنعمل مع بعض الصابون السائل من ضمن مكوناته يعني قشر الليمون. تمام. تالت حاجة معانا ممكن نعملها، ممكن نعمل مُعطِّر جميل جدًا للبيت عن طريق قشر الليمون. إزاي برضه؟ ممكن أعمله لكم في فيديو قصير علشان ما تبقوش تدوّروا عليه أو يبقى وسط حشو فيديوهات تانية هابقى أعمله. حاجة كمان يا جماعة بالنسبة لقشر الليمون، في ناس بتعملها أعرفهم يعني شخصيًا وبيقولوا عليه ممتاز، أنا مجرّبتش. بيشيلوا برضه قشر الليمون بيخزّنوه، بياخدوا وقت غسيل الأبيض، ملابس البيضا بيحطوه مع الغسيل بيطلّع الملابس بيضا وزي الفل. فبرضه ده استخدام تاني لقشر الليمون. في استخدام بعد غير كده برضه ممكن تشيليه تطلّعيه في أي وقت، تاخدي منه كده مثلًا ليمونية للتجميل، أصل بعد كده للإيدين، وقت مثلًا تكوني واكلة فسيخ، واكلة رِنجة، بتطلّعي وبتعملي كده وتمام. ممكن تحطيه معاكِ قشر، بتروحي بقى جايباه لعمليات التجميل بتاعتنا في البيت، بتروحي بقى عاملة بيه إيديكِ في باديكير ومانيكير وتنضيف بقى كامل، تنضيف يعني للجسم يعني أو كده. في ناس بتدخّله في الماسكات، في ناس بتعمله لتحت الإبط بتدعك بيه. فممكن القشر زي ما هو كده يتشال معاكِ فين، أنا هارمي ديّة مش هاغسلها بقى والكلام ده، و تخلّيه زي ما هو كده معانا في الفريزر، منين ما تحتاجيه تطلّعيه للاحتياج اللي أنتِ عايزاه دوّة. فأنا فعلًا هاشيله دلوقتي لإن أنا مش محتاجاه لأكتر من يعني مش عايزاه لا لمُعطِّر ولا منظِّف ولا أي حاجة من دي دلوقتي، بس أنا قُلت لكم الاقتراحات دي وأنتم اعملوا اللي أنتم عايزينه. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا منه ولو حاجة بسيطة، تدعوا لي بيها دعوة كويسة وتسيبوا لي لايك وتعليق جميل منكم، واسيبكم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله